حارث يصاب في كاحله. حارث لن يلعب في المنتخب بعد إصابته. هل سيغيب عن الميادين؟ السلام عليكم فضلا، وليس أمرا أحبائي المتتبعين. لا تنسونا بلايك وشير وتفعيل الجرس لكي يصلكم الجديد. كاحل قدم حارث الدموي يدفع المشجعين إلى الجنون بعد تعرضه لتدخل رهيب ضد برايتون أمس الخميس. وجد أمين حارث كاحله ملطخا بالدماء، وهو ما يكفي لإثارة غضب جماهير أولمبيك مارسيليا. وكانت صرخات الألم التي أطلقها أمين حارث على ملعب موناكو خلال المباراة الأخيرة قبل كأس العالم في نوفمبر الماضي عادت إلى الظهور الليلة الماضية في قلوب جماهير أولمبيك مارسيليا. وبعد تعرضه لإصابة خطيرة عاد اللاعب المغربي إلى الملعب في بداية الموسم وسط متعة كبيرة في ملعب فيلدودروم، كما شارك أساسيا في المباراة ضد برايتون في الدوري الأوروبي 2-2. لكن في الدقيقة 52 من اللعب تعرض لتدخل عنيف على مستوى كاحل القدم من قبل المدافع الإنجليزي طارق لامتي لتنتهي المباراة بنزيف في الكاحل دون أن يتدخل الحكم شخصيا ولا حتى على مستوى تقنية فار. وعلى أثر ذلك تعالت الأصوات لإنصار مارسيليا منددة بالفعل دون أن يحرك الحكم ساكنا لقوة الضربة والتي تستحق الطرد المباشر كل من ردة فعله التعبيرية. وعزز لاعب مارسيليا جوردان فيريتو تعليقه قائلا: البطاقة الحمراء كانت مفروضة على اللاعب لامبتي، لقد صدم رجل حارت لدرجة كاد يكسر رجله. نحن لطفاء للغاية وننخدع ولا نقول شيئا.